بتلاقي شعرك في الفرشة أو على الأرض في كل مكان؟ تعالي أقولك نعمل إيه في أقل من دقيقة. أنا دكتور فرح ودي سلسلة جديدة من كلام صيدلي ليكي أنت. أول حاجة، لو التساقط لسه جديد خلال 6 شهور نشوف أنت حامل أو بترضعي، بتعملي دايت قاسي أو عندك أنيميا وما بتاكليش كويس، كل ده بيأثر على تغذية بصيلة الشعر. طب نعمل إيه؟ نهتم بالأكل، خضار، فواكه، بروتين، ممكن فيتامينات لو في مشكلة في النظام الغذائي، نستخدم شامبو ضد التساقط، ولو بنستخدم شامبو ضد القشرة يكون مرتين بس في الأسبوع، ونمنع الفرد، الكeratin، الصبغة، كل دي حاجات بتجهد الشعر، ونستخدم فرشة بأسنان مرنة أو بكور سيليكون. طب لقيتي الفراغ مفاجئ؟ دي ممكن تكون ثعلبة بسبب توتر أو فطريات. لو بسيطة هدي أعصابك واهتمي بأكلك، أما لو بتزيد بسرعة لازم دكتور جلدية. طب لو الفراغات من قدام أو الجوانب وعملنا تحليل لقينا هرمون الذكورة عالي، ده ممكن يكون صلع وراثي، وساعتها هنحتاج دكتور يحدد هل هنحتاج علاج دوائي ولا نبدأ جلسات زي الميزوثيرابي أو البلازما. كده حلقتنا تكون خلصت. قولوا لي رأيكم في الكومنتس، ما تنسوش تعملوا لايك، شير وسبسكرايب، ولو على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا فولو.